السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم مطبخ فاتي 21. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تحلية من اسهل والذ ما يكون. كيجي القوام ديالها كريمي والمذاق ديالها روعة. وبلا ما نطول عليكم بزاف نمشي نشوفوا المقادير وكذلك طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا يحتاجيت علبة صغيرة ديال البسكويت، يعني ديروا اي ماركه عندكم ديال البسكوي، وبالنسبه تكون منسمه يعني باش ما بغيتو ولا عاديه. انا خديت هنا غير داك هنريس ديال 2 دراهم. احتاجيت هنايا 2 بنانات، احتاجيت هنا 8، المهم ديروا 8 حتى ل 10 حبات ديال التمر، 4 معالق كبار ديال السكر سنيده، لتر ديال الحليب. احتاجيت هنا 3 الاكياس ديال الفلو. انا كان عندي جوج اكياس بنكهه الفانيل، بنكهه الكريم، بنكهه الكراميل، واحد عندي غير عادي. بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق، يعني ضيفوا السكر على حسب الذوق اللي تعجبو الحلاوه يزيد السكر. هنا خديت الخلاط الكهربائي، يعني خذوا اي خلاط عندكم كيطحن في الدار، ماشي ضروري يكون الخلاط الكهربائي. ضفت فيه البسكوي، البنان والتمر. ديك التمر ضيفوا 8 حتى 10 ديال الحبات، وحيدوا لهم من العظم. ومن الاحسن يكون التمر يعني رطب شي شويه باش كي تطحن دغيا، والتمر اللي رطب يعني عنده واحد المذاق مبدل على التمر اللي كيكون قاصح. هنا بعد ما ضفت البسكوي والبنان والتمر ضفت عليهم داك السكر سنيده، وغادي نضيف عليهم الاكياس ديال الفلو كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للفلو كما قلت لكم ديروا اي نكهه كتفضلوا، يعني اي اللي متوفر عندكم في الدار ولا اي نكهه كتفضلوا ديروها. صافي غادي نضيف داك المقادير اللي شفتوا اللي ذكرت معكم، وغادي نديرهم في الخلاط، وغادي نضيف عليهم الحليب، وغادي نطحنهم. يعني في ساعه كيتطحنوا ما كيتعطلوش بزاف، حيت ما كاينش حاجه اللي غتطلب منك مجهود انك تبقى مخدمه الخلاط يعني كيتطحن. البنان دغيا تتطحن، والبسكوي كذلك، والتمر حتى هو رطب، غير هو كان يعني انت نخلطو باش يندمج كلشي حتى داك التمر يتطحن مزيان شي شويه بحال هكا كما غادي تشوفوا معايا. ومن بعد غادي نصفيوه. بالنسبه هنا اللي بغيتي تضيفوا بحال دابا اللوز، يعني بزاف ما يضاف في الكاوكاو، يعني بزاف الحوايج ما يضافوا لهاد التحليه هذه، وكتجي لذيذه بزاف. كما قلت لكم كتجي لذيذه بزاف، يعني وكتشربي غير داك الزليف ولا داك الكويس ديال هاد التحليه، كتحسي يعني كتشبعك، كتخليك انك كتحسي براسك انك شبعانه. مع دابا ملي كتسحري بها شي حاجه كتقيلي، يعني كتحسي براسك شبعانه، ما كتجيك تحسي بالجوع حتى ديك 3 العشيه ولا شي حاجه بحال هكا. يعني حيتاش هي ماشي غير الحليب بوحدو، كما شفتوا البنان، التمر، البسكوي، ولا ضفنا كذلك اللوز غيكون احسن. يعني كل ما ضفتوا اللي حاجه اللي زوينه هكا، اللي فيها الفيتامين بزاف وداكشي كتنفعنا. يعني هادشي اللي درت اصلا كلهم غنيين عن التعريف، لا البنان ولا التمر، يعني كيخليوك انك تحسي براسك انك شبعانه، يعني لا تسحرتي بها مزيان. وكاين اصلا اللي ما كيبغيش اصلا فلو بوحدو، كاين اللي ما كيبغيهش، يعني فاش كدير هاد التحليه بحال هكا وتضيفي ليها هاد الاضافات اللي ضفت، يعني اللي ما كيبغيش فلو كيولي يشرب ياخذ هاد التحليه هذه. انا براسي خويا واخا كبير ما كيبغيناش فلو، ولكن فاش كندير هاد التحليه هذه كتعجبو، يعني كياخذها. مي فلو ما كياكلوش ابدا، ما كيعجبوش، حيت ديك فلو ما عرفتش، هو كل واحد والذوق ديالو، المهم هو ما كيعجبوش. هنا كيما شفتوا كنصفيها، يعني غير باش كنتفاداو الا بقات شي طريه في داك الشوائب ديال التمر ولا شي حاجه بحال هكا، باش كنتفاداوهم، باش كيجينا غير الحليب مع ديك يعني كيجينا كلشي مطحون، يعني كيجينا شكل واحد. هانتوما كيما شفتوا يعني ماشي شي حاجه اللي كبيره بزاف، حيت دابا داك القشور ديال التمر يعني كيبقاو في الصفايه هكا كيما شفتوا. انا حاولت نوريكم مزيان بحال هكا كيما شفتوا، يعني ما كاينش يعني كلشي تطحن، ولكن ضروري نصفيه باش كتحيد داك القشور ديال التمر بحال هكا اللي ما كيستحنوش. هنا صافي كما صفيتها كما شفتوا، غادي نضيف على النار طيب بحال كنطيبوا فلو تماما، وغادي ندوز مباشره نخويها في الكيسان. يعني تجي تحليه جد رائعه، تحليه تستحق التجربه، ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في الكومونتير علاش لا. هنا بعد ما خويت في الكيسان خليتها حتى بردات، عاد دخلتها الثلاجه. انا هاد اللقطه فاش خويت في الكيسان تحدفات لي، ما عرفتش كيفاش حتى ما لقيتهاش في التصوير. هنا خديت باش غادي نزين، خديت البنان قطعته دوائر كما شفتوا، عندي اللوز وعندي كذلك التمر.
التمر قطعته حتى هو غير طريفات صغيورين. يعني بالنسبه لطريقه التزيين والتقديم يعني ديروا اللي بغيتو، يعني سواء درتوهم في الكيسان بحال هكا، سواء درتوهم بحجم عائلي، زينوا باللي بغيتو، حطوها غير هكا، ضيفوا ديك الكراميل من التحت. يعني فاش كنضيفوا الكراميل من التحت نديروه هو الاول في الكيسان، عاد كنخويو عليه هاد التحليه بحال هكا، وفاش كتبرد داك عارفين كنقلبوها، يعني كتجي زوينه حتى هذيك. انا اكتفيت هنا بهاد الطريقه بحال هكا. يعني نتوما تفنوا في طريقه التقديم، طريقه التزيين، يعني باللي بغيتو وشكلوا، يعني في سواء كويسات، زليفات، القالب، اي قالب عندكم ديروها فيه وزينوها بالطريقه اللي بغيتو. يعني هي كيما درتو لها كتجي ما شاء الله غزاله، وكيما شفتوا يعني تحليه بسيطه في التحضير ديالها وفي المقادير ديالها، وكتقدمي شي حاجه مغايره على اللي مولفين كنديرو، كتجي يعني كما قلت لك كتقدمي شي حاجه مغايره وكتعجبك نتيا وكتعجب وليداتك وحتى الضيوف ديالك. وتنتمنى انكم تجربوها، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك والتعاليق ديالكم محفزه، ولا يخطيكم عليا. واللي ما مشتركش في القناه ديالي تنتمنى انكم ديروا الاشتراك في القناه، هذا فضلا وليس امرا. وهنا كيما شفتوا في الاخر خديت ديك ساشي ديال الكراميل اللي تيجي مع ديك، تيجي اصلا تيجي جاهز هذاك معفلو. صافي حليتو وزينت بيه بحال هكا. يعني اللي بغيتو تزيدو ما بغيتوش تكتفيو غير هكاك، تكتفيو غير هكاك. يعني كيما شفتوا حتى هي عطاتها عطاتها شكل مزيون والمذاق. يعني ان شاء الله فاش تجربوها وغادي تذوقوها، يعني المذاق ديالها جد رائع. انا يعني تنصحكم انكم تجربوها. يعني انا كون ما عجبتنيش اي حاجه كون ما تعجبنيش ما غاديش نحطها هنا في القناه ديالي، وتتمنى انكم تجربوها. وحتى لهنا تنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نقول لكم شكرا بزاف بزاف على مشاهده الفيديو، وشكرا بزاف بزاف على ديك التعاليق الزوينه، ولا يخطيكم عليا. ونتلاقى ان شاء الله في وصفه جديده، فيديو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه.